بالنسبه لألابا وذمه ابوك يا اخي، انت بتعمل ايه؟ طب قبل ما اسال بس ألابا السؤال ده، يعني هو مين اصلا اللي دخل ألابا النادي؟ اصل انا لازم اشوفه، عشان اللي بيقدمه ألابا دوت في قلب الملعب ده عهده عدى العهر الدفاعي، ده بقى كوميديا، ده بقى كلاون، انت بتتفرج عليه وبتضحك. يا السلام عليكم ورحمه الله، معاكم زيكا. وتخيل كده كمانشستر يونايتد انت روحك في ايد بايرن ميونخ وبتلعب بايرن ميونخ كل الجبروت اللي هي فيها دوت، تمام؟ عشان تطلع تاني تفتكر هي هتعمل فيك ايه؟ يعني انا مثلا ممكن ادي لك ثانيتين تفكر فيه وتقول لها تعمل فيك ايه. واحد من غير اتنين هي هتفشخ لك روحك دي، مش انت روحك في ايدي، ده انا هفشخلك يعني. فده اللي حصل فيها. يعني انت كمانشستر يونايتد بتلعب بايرن ميونخ في قلب ارضك، انت عارف حدودك وعارف امكانياتك، وده انا احترمه واحطه فوق راسي. انت بتلعب دفاع نص ملعب، يعني انت ما عملتش الكلام دوت في ارضها جاي تعمله في ارضك. طب انت كنت فين من زمان؟ ما علينا. ولعبت دفاع نص ملعب، حتى اسلوبك باين مش قادر تهاجم. انت عندك لعيبه بس مش قادر تهاجم بيها. ما انت لو هاجمت تتفشخ، وفي الاخر برضه اتفشخت 1-0 على ارضك. فانت وحش قوي. وتخيل بقى مين اللي هيزعلك، يعني والله من غير ما تتخيل اكيد هيجي في بالك مين؟ هاري كين ادى اسيست لكومان. الراجل حطها رايق، بس الاسيست اروق من الجون صراحه، يعني الحق يقال اسيست هاري كين. ما هو الراجل متعود بقى عشان بايرن ميونخ يتاهل كاول وانت تطلع التاني، لا ده انت تطلع الرابع. يعني انت دوري الابطال مش هتشمه، ماشي فوق دماغي. وعندك كمان اليوروبا ليج مش هتشمها عشان كوبنهاجن هي اللي تطلع تاني. يعني انت وحش قوي. يعني كوبنهاجن دي فرقه متواضعه وفرقه جميله جدا. الراجل عمل ايه؟ جاب 8 نقط، جاب 8 تجوان ودخل فيه 8 تجوان وتاهل تاني، وكفى الله المؤمنين شر القتال. شوف كوبنهاجن عملت ايه وانت بقيت فين. فبايرن ميونخ غشيم، يعني الراجل متاهل اول جايب 16 نقطه من اصل 18، ما تعادلش غير ماتش واحد بس. هيشوف بقى في دور ال 16 هيعمل ايه مع قدام فرق طالعه تاني. يعني الراجل متاهل يعني دور 8 مستريح. ونيجي بقى ريال مدريد ويونيون برلين. الراجل يعني الشوط الاول من الماتش دوت انا ما اتفرجتش عليه عشان ما كنتش محتاج تتفرج عليه، وانت لو كنت بتتفرج عليه فانت ضيعت وقت. تعالى بقى نخش بقى على الشوط الثاني. الشوط الثاني جه فيه 5 تجوان بس. يعني انا عايز اقول نقطه بس بالنسبه لألابا وذمه ابوك يا اخي، انت بتعمل ايه؟ طب قبل ما اسال بس ألابا السؤال ده، يعني هو مين اصلا اللي دخل ألابا النادي؟ اصل انا لازم اشوفه، عشان اللي بيقدمه ألابا دوت في قلب الملعب ده عهده عدى العهر الدفاعي، ده بقى كوميديا، ده بقى كلاون، انت بتتفرج عليه وبتضحك. يعني الراجل جات له كوره سهله فشخ، انت يعني بتشيلها، بتشلحها، بتشوطها، بتشتتها، بتعمل فيها اي خرا. انت بقى عملت ايه؟ انت حطيت رجلك في الكوره بتطلعها قدام، فجاه الكوره طلعت من فوق وفجاه نزلت ورا ظهرك، عملتها اسيست. يا نهار اسود يا جدعان على العهر الدفاعي اللي بيحصل. انا مش عارف ايه يعني ازاي انت لاعب بتلعب في ريال مدريد وعديت بقى في بايرن ميونخ ولعبت في انديه كبيره ووصلت للمرحله اللي انت ايه، النضج الكروي. فبذمه اهلك دوت نضج كروي؟ ده عهر كروي. يعني ارجوكوا كفايه ضحك. يعني الموتوشه دي بتعدي قدام مثلا فرقه صغيره، فالريال بيعدي الماتش، لكن مثلا تفتكر ماتش قدام اتلتيكو مدريد فانت لبست 3 بسببه. فلا بقى يا جدعان، ده كارثه، كارثه في قلب ريال مدريد. انا مش عارف هو ايه لازمته في الكوره يعني، ولكن هو بيعمل بس. يعني انت لما تيجي تعد مميزاته مش هتلاقي له غير حاجه واحده بس اللي هو بيعملها كويس، بيشوط فاولات حلوه. يعني هو مش بيجيبها، هو بيشوطها بس حلو، هي كده كده بتطلع بره. فانت بتلعب لاعب عشان بيشوط فاولات حلوه؟ يعني مش عارف، ولكن ماشي. اما بالنسبه لخوسيلو فالراجل دوت قناص، يعني فكرني في حاجه في منتهى البنزيمه. الراجل بيجيب اجوان بهيد وتك، واحده من اليمين واحده بالشمال. الراجل دوت راجل صندوق جميل. وبكده يتاهل ريال مدريد بالعلامه الكامله، 18 نقطه من 6 مباريات، حاجه كده في منتهى السهوله عشان يخش دور ال 16 رجل على رجل يا باشا. الراجل دوت ملك اصلا دوري الابطال، فهيعمل ايه؟ اكيد هيخش رجل على رجل في دور ال 16. ريال سوسيداد يا جدعان تطلع اول، تتاهل كاول على مين؟ على انتر ميلان. فين؟ في قلب ملعبها. يعني الجوله السادسه ديت الاخيره اللي هي بتحدد الاول والثاني. مين بقى الاول ومين الثاني؟ الانتر وريال سوسيداد، تمام؟ فانت في الجوله الاخيره تتعادل في قلب ملعب الانتر، ده انت جامد يا جدع، ده انت جاحد، ده انت فاجر. فالصراحه عجبتني، وان هي هتطلع اول في دور ال 16 يعني هتقابل فرقه تاني، فممكن كمان تلعب مباراه وتتاهل لدور 8. ريال سوسيداد السنه دي ممتعه. اما بالنسبه لارسنال في الدوري الانجليزي فبرضه تعادل، ولكن تعادل وطلع اول وهيلعب دور ال 16. يعني فاهم، اهم حاجه ان هو هرب من بايرن ميونخ. يعني دي بالنسبه لي دي اهم حاجه، عشان بايرن ميونخ لو لمحوا تاني كان هيفشخوا. وبس كده. واخيرا وليس اخيرا كان معكم زيكا. ولو لسه مش عامل لي فولو اعمل لي فولو واعمل لي لايك واعمل لي كومنت واعمل لي شير، اعمل لي كل حاجه انت ممكن تعملها في الفيديو دوت. ولو مش عامل لي سبسكرايب على اليوتيوب طبعا اعمل لي سبسكرايب. و